أنا أحب أحكي كأب لأسرة عراقية ومن الناحية العاطفية والإنسانية، إنه هذا المنزل اللي دا تشوفه منزل لعائلة يضم كل ذكريات وتاريخ وأرشيف هذه العائلة. وهذا المنزل استهدف بصواريخ عابرة، والهدف منه كان قتل ما موجود في هذه المنزل. دولة الرئيس طبعا إذا تكرمت وبعد ما شفنا واقع حال الموجود في هذا المنزل، شوف انه كل ذكريات وارشيف لعائلة ماكو شيء. وجنابك اني شاكر للطفك انه بعد الحادثة بساعة او ساعتين خابرتني حتى تطمئن على العائلة والأولاد، وبعد أقل من نص نهار خابرتني مرة أخرى حتى تتأكد من صحة العائلة وسلامتها. الآن أقول دولة الرئيس بوجود دولة الرئيس كمسؤول ودعمه اللي أنا أيضا ما أنساه، لأن بقى معايا لي ساعة 4:30 على التليفون لمعرفة الحقائق، للوقوف على حيثيات الموضوع وعلى صحة العائلة. وجودكم هنا دعم، ولكن أيضا رؤية وحقيقة لكل العراقيين حتى يعرفون أنه هذه المنزل الذي هسه تحت أنقاضه كل أرشيف العائلي وكل ذكريات الأسرة اللي ما بقى، يعني الآن كله تحت الأنقاض. أكون شاكر إذا تأمرون بتشكيل لجنة من سعادة سفراء الدول الإسلامية والأممية، وبالخصوص سعادة السفير الدولة الإيرانية الإسلامية، الدولة الذي نعتبره جيران وهو جيران، ودائما كان مع كل العراقيين وبالخصوص أهالي إقليم كردستان في محنه وصعوباته. دولة الرئيس حتى يكون اطمئنان لكل مواطن عراقي ولكل أب وأسرة عراقية إنه هذه المنزل منزل عائلي بحت لعائلة عراقية صرفة، وذكريات وتاريخ وأرشيف هذه العائلة الآن موجود تحت هذا الأنقاض. أنا رسالتي منا مجينا اليوم لأربيل حتى نقول بغداد حاضرة في أربيل كما أربيل حاضرة في بغداد. هذا اللي صار حقيقة مرفوض، ونطلب من الدولة الجارة إيران أن تقدم أدلة، ونتمنى أن يكون قرار مبني على أدلة وليس على الشكوك. الشكوك ما توصل نتيجة، ولهذا شكلنا لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي مع وفد عسكري وفني يتعاون مع حكومة الإقليم للبحث عن الحقائق ورفع تقرير. احنا نقول لك الحمد لله على السلامة لك ولعائلتك ولكل شعبنا. هذه رسالة منا لكل العراقيين، احنا موحدين، ونقول لشعبنا في كردستان العظيم نحن نمر في تحديات، نحتاج نتعاون سويا، نوحد مواقفنا ونعمل حل كل مشاكل اللي تخص العلاقة بين بغداد وأربيل. وهذه الرسالة من اليوم يجي يكون عندنا هذا الحدث حافز لتذليل كل العقبات. اتمنى لك كل التوفيق لك وعائلتك. طبعا زور سپاسی جنابی سرک وزیران دکن بو هاتنی بویره و سردانی موقعه اما نشانه اوه که چند گرنگی به سیاده ولاتک به شوی گشتی و امنیت هرمی کردستان و به شکل امنیت گشتی حکومت عراق دادن. هاتنی جنابیان اما برز دنرخینیم زور بخیر بین و زورش من پی خوش بود که جناب خود ام موقع ببینی باید بزنید که هر شوینی که مدنیه یا حوالاتیه که امولاتیه که بداخل بوات آمانجی صراعی که نیو دولتی که اما به هیچ شیوه نه هرمی کردستان نه عراق
بەشێک نین لەو سیراحە نێودەوڵەتیە و بۆیە ئێمە داوامان کردووە کە لیژنەیەکی نێودەوڵەتی دروست بکرێ بۆ ئەوەی بێن ئەم ماوقع خۆیان ببینن ڕاستیەکان بزانن بۆی بۆ هەموو دنیا بۆ خەڵکی عێراق بۆ خەڵکی ئێران و بۆ هەموو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش ئاشکرا بێتن کە ئەمە شوێنێکی مەدەنیە و بە هیچ شێوەیەک ئەو تۆمەت و بوختانانەی کە دەدرێتە پاڵ هەرێمی کوردستان کە گوایە شوێنێکی عسکەری بووە بۆ وڵاتێکی تر بەکارهاتوە ئەسڵ و ئەساسی بۆ نییە هیچ بنەمایەکی بۆ نییە ئێمە بە هیچ شێوەیەک بەشێک نین لەو سراحەی کە بەداخەوە ئێمە تێگڵاوین و بۆیش هاتنی جەنابیان و دروستکردنی ئەم لێژنانە بۆ تحقیق لەو مەوزوعە لێکۆڵینە لەو مەوزوعە زۆر گرنگە بۆ ئەوێ ڕاستیەکان بۆ هەموو خەڵک لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئاشکرا بکەن. جارێکی تر زۆر بەخێر بێ جەناب.